وزارة الشباب والرياضة اتسببت في أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك مولع يا جماعة. نادي الزمالك في حرب شغالة ما بين أعضاء نادي الزمالك وما بين أستاذ عماد البنيني الرئيس التنفيذي الجديد، بعد ما أقالوا أستاذ أو اللواء حسن موسى كرئيس تنفيذي لنادي الزمالك، وبعد تعيين أستاذ عماد البنيني كرئيس تنفيذي أو رئيس مؤقت لنادي الزمالك، والدنيا ولعت ونادي الزمالك أصبح على حافة الهاوية بسبب أسوأ قرار أخدته وزارة الشباب والرياضة بإقالة اللواء حسن موسى. وكمان حقيقة بقى انتقال موليكا، والأخبار اللي عمالة تطلع من امبارح، ووكيل موليكا بيأكد إن موليكا خلاص جاي النادي الأهلي، أو اللاعب تعاقد 3 مواسم أو 4 مواسم بشكل رسمي مع النادي الأهلي. صلوا على النبي بقى كده في البداية، قولوا عليه الصلاة والسلام. طبعا عزيزي المشاهد، لو بتتابعني من على الفيسبوك اعمل لايك وشير الفيديو واعمل لي متابعة، ولو بتتابعني من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وصباح الفل، صباح الفل. وعايز كده يا جماعة في البداية أخاطب الإخوة المحترمين اللي كانوا دايما بيدعموا وبيأيدوا إدارة مرتضى منصور. عرفت يعني إيه استقرار داخل أي نادي في العالم؟ عرفت ما معنى كلمة استقرار؟ الاستقرار شوفوا في النادي الأهلي. شوف الأهلي لما سافر لمعسكر، لما راح يعمل معسكر في النمسا، شوف جمهور الأهلي هناك استقبله ازاي. وشوف النادي الأهلي كل شوية بتلاقي تصريح بينزل له على لعيبته وهي في المعسكر، وهي بتتدرب في المعسكر، وكل دقيقة وكل لحظة في تصريح بينزل وفي صور جديدة بتنزل. طب نادي الزمالك هل في حد بيتكلم عنه؟ في حد بيتكلم عن معسكر نادي الزمالك المغلق؟ مش هتلاقي حد بيتكلم عنه، لان نادي الزمالك عامل معسكر في 6 اكتوبر، ويا عالم المعسكر اتعمل ولا لا، ويا عالم اسوريو اصلا هيكمل مع النادي ولا لا، ويا عالم اللعيبه دي اصلا هتنزل تدريبات ولا هتعمل اضراب بسبب المستحقات المتاخره والرواتب اللي هم ما اخدوهاش. يا عالم مين السبب هنا يا جماعة؟ مين السبب للمهازل وللفضايح وللكوارث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك؟ ما هي إدارة مرتضى منصور. إدارة مرتضى منصور هي سبب فشل نادي الزمالك، وهي سبب الأحداث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك. كنا في غنى عن كل الكلام ده. ما هو لو رئيس نادي الزمالك السابق ما كانش بيخرج عن النص، ما كانش كل الأحداث دي حصلت داخل نادي الزمالك. يا جماعة ده في مفاجآت بالجملة في الفيديو ده. يا جماعة احنا ما بقيناش عارفين نصدق الاخبار اللي بتتقال على الميديا قبل ما اروح لكم على كارثة اعلن عنها استاذ عماد البنيني الرئيس المؤقت لنادي الزمالك. بس عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، بلاش تصدقوا الاخبار اللي بقت بتطلع على الميديا كلها، لانك انت لو بصيت للتصريح ده تصريح بيقول لك استاذ عماد البنيني يخطر اعضاء الجمعية العمومية بالاعتذار عن عدم الاستقرار في منصبه كمدير تنفيذي للنادي. طيب في نفس التوقيت بعد منها على طول صحيفة تانية بتقول لك عماد البناني وجودي على رأس إدارة الزمالك مهمة وطنية ومستمر بها حتى وجود مجلس إدارة منتخب. فبلاش يا جماعة تصدقوا أي خبر من الأخبار الفيك اللي بقت بتطلع على منصات التواصل الاجتماعي، لأنك مش هتعرف الحقيقة فين. طب أنا أصدق مين؟ هل أستاذ عماد البناني مشي ولا لسه موجود؟ فهنا أنت هتحتار. ولكن اللي أنا عايز أقوله لك بمعنى أصح ان الميديا بقت كلها كذب. وبالمناسبه يا جماعه اللي انا بقوله لك ده مرتبط بصفقه موليكا، ماشي؟ فسيب صفقه موليكا للاخر، ولكن تعالى بقى نشوف المفاجاه اللي فجر عنها استاذ عماد البنيني بسبب الضرائب. تعالى شوف مرتضى منصور لبس نادي الزمالك ازاي. تعالى عزيز الزملكاوي اللي بتقول مرتضى منصور هو اللي هيجيب الاستقرار لنادي الزمالك، وهو اللي هينهض بنادي الزمالك، وهو اللي هيجيب بطولات لنادي الزمالك، وهو اللي هيبني على الانجازات اللي بيعملها داخل نادي الزمالك. لما يطلع استاذ عماد البناني يقول لك سأقول خبر حصري، الضرائب كانت طالبه من الزمالك 1,200,000,000 جنيه. الضرائب كانت تطالب نادي الزمالك ب1,200,000,000 جنيه. بالتفاوض بينها وبين اللجنة الثلاثية هبط المبلغ إلى 400 مليون جنيه، وسيتم هبوط أكتر من ذلك، وسيتم تقسيط ال 400 مليون جنيه على سنتين. يعني الضرائب شالت 800 مليون جنيه، ولكن الرقم يخض.
هو انا عايز اسال سؤال، هو احنا بقالنا كام سنه ما بندفعش ضرائب؟ 200 سنه؟ 300 سنه؟ يعني مليار و200 مليون. امال اداره مرتضى منصور كانت بتدفع ايه؟ كانت بتعمل ايه؟ طب انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، عارفين مين السبب اللي خلى الضرائب تيجي تحط ايديها على حسابات نادي الزمالك وتحجز عليها؟ هو مرتضى منصور. لما كان في مشكله ما بينه وما بين استاذ ممدوح عباس، وخد حجز على حسابات نادي الزمالك، والراجل طالب بحقه، وحقه كان على ما اظن من 80 مليون ل 100 مليون، راح قال للضرائب تعالوا حجزوا علينا بمليار و200 مليون. شفتوا يا جماعه الذكاء؟ شفتوا فن الادارات؟ شفتوا بقى الاداره بتاعت مرتضى منصور عملت ايه في نادي الزمالك؟ ما هي سبب المشاكل دي يا جماعه. لما نسمع ان في مظاهرات داخل نادي الزمالك، ودي حاجه جديده من نوعها عامه يعني في الرياضه مش المصريه بس، عمري ما سمعت في اي نادي في العالم ان اعضاء النادي تظاهروا ضد رئيس نادي او ضد لجنه مثلا جايه تمسك النادي بسبب ان رئيس النادي ده ما هوش بينتمي لنفس النادي. يعني بيقولوا على استاذ عماد البناني ان هو اهلاوي، والراجل طلع نفى ان هو اصلا اهلاوي. الراجل قال لهم انا زملكاوي. اللي قال عليا الكلام ده راجل بيدعي عليا بالباطل. ولكن حاجات جديده بشوفها داخل نادي الزمالك، مين السبب فيها؟ ما هو مرتضى منصور يا جماعه. مرتضى يا جماعه، لما تيجي تقولوا ايه سبب فشل نادي الزمالك، ما تجيش تقولوا اللجنه الثلاثيه، ما تجيش تقولوا الاعلام، لا، هاتم الراجل اللي كان بيدير المنظومه كلها، هو مرتضى منصور. ما عندك اهو النادي الاهلي عنده رئيس اسمه كابتن محمود الخطيب. حصل اخفاقات في النادي الاهلي، حصل اخفاقات. النادي الاهلي طلع من موسم صفري، ما خدش ولا بطوله، ما خدش ولا بطوله. ولكن الاهلي رجع، الاهلي رجع خد كل حاجه. يعني كابتن محمود الخطيب ذاكر وحافظ الدرس اللي هو خده، عشان كده ما اتلدحش تاني. نادي الاهلي ما وقعش تاني، نادي الاهلي رجع اقوى من الاول. طب ما عندك اداره مرتضى منصور ليه ما عملتش 50% من اللي عملته اداره النادي الاهلي؟ عمركم يا جماعه سمعتم ان النادي الاهلي مديون لاستاد القاهره مثلا بملايين الملايين؟ مش هتسمعوا. سمعتوا يا جماعه ان النادي الاهلي عليه فلوس لاتحاد الكره مش قادر يسد، عشان كده القيد اتقفل عنه؟ مفيش الكلام ده. عمركم سمعتوا ان النادي الاهلي قال للضرائب تعالوا احجزوا علينا؟ عمركم سمعتوا اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ عمركم سمعتوه في الاهلي يا جماعه؟ والله العظيم ما هتسمع الكلام ده الا في نادي الزمالك. والفضايح والكوارث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك هو سببها مرتضى منصور، والوزاره جت كملت على الفشل بتاع مرتضى منصور باقاله اللواء حسن موسى، اللي ما نعرفش يا جماعه بالمناسبه هم اقالوه ليه؟ هم مشوه ليه؟ هو الراجل ده عمل ايه؟ ايه الخطأ اللي هو عمله؟ طب النهارده لو استاذ عماد البناني مشي، مين اللي هيمسك نادي الزمالك؟ طب انت جبته في ايه ومشيته في ايه؟ والراجل ده جه بديل ليه؟ يعني جه بديل في ايه وهو مشي في ايه؟ عايزين نفهم. وبعدين الاخوه بتوع اعضاء نادي الزمالك اللي عاملين مظاهرات ضد استاذ عماد البناني عشان هو اهلاوي، مع ان الراجل طلع نفى وخليه اهلاوي. ربنا ادانا عقل نميز بيه بين الصح والغلط. هو مرتضى منصور اساسه كان ايه يعني؟ انا عايز افهم. مرتضى منصور اساسه كان اهلاوي، كان راجل عضو من اعضاء النادي الاهلي، كان عضو معاه كارنيه عضويه داخل النادي الاهلي. وطبعا رحمه الله الاسطوره صالح سليم كرشه من النادي وشطب العضويه بتاعته اصلا. فانت النهارده ما تجيش تقول لا ده اهلاوي وده زملكاوي. احنا اخر ناس نتكلم عن الموضوع ده لان رئيسك اساسا كان اهلاوي وانت اكتر واحد كنت بتدعمه. تعال بقى يا جماعه نروح لتصريح مهم جدا طلع من استاذ طارق جبريل، بيقول لك انا عايز مرتضى منصور يرجع يمسك نادي الزمالك تاني عشان يكمل خراب، لان البدايه كانت مع تولي مرتضى منصور الرئاسه عام 2005. مرتضى منصور هو سبب رحيل امام عاشور من الزمالك، والدنمارك ما كانش كبر. برضو استاذ طارق جبريل اللي هو امين صندوق نادي الزمالك السابق طالع بيحمل مرتضى منصور المسؤوليه. تخيلوا بقى لو كان لسه مرتضى منصور موجود واعلامه موجود، كان طلع هاجم الراجل ده واهانه، واعلام الزمالك كان طلع هاجم استاذ طارق جبريل. تعالى بقى يا جماعه نروح لاخر حاجه، وهي صفقه انتقال موليكا الى النادي الاهلي. طبعا في ناس ردت عليا امبارح لما انا طلعت قلت يا جماعه ما تاخدوش اي خبر من اي حد، كل الاخبار اللي على الميديا دي اخبار اجتهاديه. الناس دي بتجيب اخبار اجتهاديه من عندها. النادي الاهلي مش هيدي معلومه لحد،
النادي الاهلي بقى قافل بالضبه والمفتاح على نفسه، محدش بيقدر ياخد منه معلومه. بلاش تمشوا ورا الاخبار دي، لان يوم ما الاهلي يتعاقد مع مهاجم الاهلي هيطلع يقول انا تعاقدت مع فلان الفلاني. فكل الاخبار الموجوده على الميديا اجتهاديه، ولكن في حد رد على كلامي بستوري لوكيل اعمال موليكا ان هو جاي النادي الاهلي وحاطط كده شعار النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، في حاجتين: يا اما الاهلي مخلص في موليكا من فتره طويله ومحدش يعرف الكلام ده، يا اما الحاجه التانيه ودي بالنسبه لي بنسبه 90%، ان موليكا ووكيله بيسوقوا موليكا عن طريق النادي الاهلي. ايوه يا جماعه، ما الاهلي شعبيه، الاهلي نادي كبير، الاهلي رقم 1 على العالم من حيث البطولات، الاهلي رقم 2 على العالم في الالقاب القاريه. فانا من وجهه نظري ان اللي بيحصل من وكيل موليكا هو تسويق لموليكا، ان النادي الاهلي عاوز موليكا او ان النادي الاهلي هيتعاقد مع موليكا، فيبدا هنا الضوء يتسلط على موليكا. لان النادي الاهلي يا جماعه كيان كبير جدا، كيان عظيم جدا. الاهلي يا جماعه لما بيجي يعمل صفقه الدنيا كلها بتبص على الصفقه اللي الاهلي هيعملها، لان الاهلي بيقف على محافل دوليه كبيره جدا وبيلعب في بطولات عالميه واوروبيه زي كاس العالم للانديه. ده يا جماعه كاس العالم للانديه يعتبر زيها زي اي بطوله اوروبيه، بطل اوروبا هتلعب بطل اوروبا، فالعالم كله بيتفرج على بطوله زي دي، فطبعا كل الانديه بتراقب النادي الاهلي، فعن طريق الاهلي يبدا وكيل موليكا يسوقه. فيا جماعه يا خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش، انت مستعجل ليه؟ ما تستعجلش، بلاش تصدق المواقع اللي كل شويه بتنزل خبر. انا اديك يعني وريتك نموذج بعينك ان استاذ عماد البنيني رحل عن نادي الزمالك واعتذر، وفي نفس الوقت في نفس التوقيت ان عماد البنيني مكمل مع نادي الزمالك لحد ما يجي مجلس اداره منتخب لنادي الزمالك. فما تمشيش ورا الناس دي. لما الاهلي يطلع يقول لك انا تعاقدت مع فلان، ساعتها يبقى الاهلي جاب فلان، محدش هيقدر ياخد معلومه من النادي الاهلي. وبلاش الاخبار الاجتهاديه، لان الاخبار دي مش هتوصل لحاجه، لا بالعكس ده هتوقع مصداقيتك ما بينك وما بين الناس. وطبعا عزيزي المشاهد، انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير والسنين في حلقه جايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.